السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة كده ان شاء الله جولة كده في الصعيد، جنب بيتنا. الصراحة الجو تحفة والدنيا هنا جميلة جدا جدا جدا، ولو خدتوا بالكم كل حاجة في الارض جميلة. طبعا هنا الصعيد مش عارفة، بصوا مش عارفة اخطي لكم في الزرع عشان في مية في الارض، الزرع مسقي زي ما انتم شايفين كده. هنا الجو جميل جدا جدا. هناخد جولة كده سريعة مع بعض ونشوف، بس قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا طبعا في الترع معظم الناس بترمي زبالة، بس مش كتير لأن الناس هنا مش كتير، كلهم بيتين تلاتة مش أكتر من كده. طبعا الترع طبعا منظرها ايه من المية ومن الزبالة مش قد كده الصراحة. تدي بالزبالة. كمان هنا في جسر برضو. طبعا هو ده ايه يا علاء؟ علاء ده شامي ولا ايه؟ ده شامي ولا ايه؟ ده ذرة. انه ذرة اللي بتاكلوا الفراخ ولا اللي بناكله احنا؟ اصل هنا برضو الذرة برضو اللي هو اللي بتاكلوا الفراخ برضو بنقول عليه ذرة، والذرة اللي هو اللي احنا بناكله بنقول عليه شامي. فعشان كده انا مش عارفة ده ايه بالظبط. بصوا كده احنا هناخد جولة، ده كله كده شامي. زي ما انتوا شايفين كده، دي نخلة صغيرة تانية كمان هنا، بس ده انا معرفش صراحة هو ايه بالظبط. خلاص تمام. دي كده دي ملوخية خضراء. خلاص هعدي عليك واحط لي زي نص كده ولا حاجه. نص تكفيكي؟ اه كتير، ده كمان هم ياكلوا منها كمان. دي كده ملوخية خضراء، ودي عنبة. ورق العنب هنا صراحة جميل جدا جدا. بحس بفرق شاسع بين ورق العنب ده وورق العنب اللي احنا بنشوفه عندنا هناك. بصوا اما بنلف ده بيبقى جميل جدا جدا. اقل كمان، مش عايزين كتير احنا. على فكرة الورق ما فيش حاجة. على فكرة الورق ده بيبقى ده معظم اللي احنا بنشتريه في القاهرة، بيبقى الكيلو ب30 40 جنيه. ده بيبقى مر، ما بيبقاش حلو ماشي حاضر. طبعا زي ما انتم شايفين كده، بصوا الزرع، زرع جميل جدا جدا. عربيات هنا كمان، والقطر والسكة الحديد من اليمة التانية. مفيش حاجة على فكرة والله، ولا في كلاب ولا في أي حاجة. طبعا هو بيقول لي ارجعي لحسن الكلاب تاكلنا. طبعا الصعيد هنا جميل في كل حاجة الصراحة، كل حاجة. أنا حتى يمكن ورق العنب ده صراحة طعمه برضو حلو، يعني كل حاجة هنا حلوة. وانت برضو حلو. خد وادي جوز اهو بينقي العنب. خد ده عنب اللي انت بتنقيه. ملوخيه. بس الملوخية دي كده بقت استوت ولا لسه عايزة تكبر كمان شوية؟ لسه. زي ما انتم شايفين هنا الزرع صراحة والخضرة يعني حاجة تانية صراحة. والغيطان هنا جميلة جدا جدا عشان احنا اتربينا هنا، فاحنا صراحة بنعشق عيشة الصعيد.
وعلى فكرة كلكم برضه هتشوفوا الفيديو ده وهتعلقوا ان هنا الجو جميل وكل حاجة حلوة، حتى الارض الطين بتاعها حلو والنجيلة والزرع، وصراحة جميل جدا جدا. انا ما بصدق العصرية ولا المغربية كده ولا حاجة دي مزرعة فراخ. ان انا انزل هناك دي مزرعة فراخ. ان انا انزل اتفرج هنا واصور لكم عشان تشوفوا بلدنا حلوة ازاي، والصعيد جميلة جدا جدا. طبعا اليمة التانية في القطر، وهنا الترعة، وكمان الجسر هنا. ولو خدت بالكم هناك برضو في مزرعة فراخ. فالحياة هنا جميلة صراحة وكل حاجة سهلة. ولو قلت لكم قسما بالله على كمية العيش اللي عندي من ساعة ما جيت من القاهرة، انا لو قلت لكم يمكن كل يوم بشوف حد ياخد بتاع 10-15 رغيف شمسي، عشان الناس هنا بتبقى كريمة مش زي القاهرة. القاهرة بنستنى العيش بالعافية، ويمكن كمان ما يكملش معاكي اليوم عشان كل يوم واقفين في الفرن، وكميات العيش بتبقى قليلة فما بتقضيش. لكن هنا ما يعني مش الأساسي عندهم العيش الطابونة، لا، عيش الأفران مش أساسي هنا. هنا الأساسي العيش الشمسي. هو إيه ده اللي مزروع ده هنا؟ ده اللي ده ذرة، وده إيه؟ ده علف الفيل اللي بياكلوه. علف الفيل. على فكرة في حاجات كتير أنا ما بعرفهاش في الزرع هنا، لأن أساسا إحنا يعني ما فيش عند بيت أبويا زرع، ده هو عند بيت جوزي، عشان كده في حاجات في الزرع كتير ما أعرفهاش. خدت بالكم هناك كده في بامية، وكمان في جنينة هناك، وفي عنبة، وفي ليمونة، وفي كل حاجة وكده. أكون النهاردة شاركتكم جولة جميلة جدا جدا، وتقولوا لي رأيكم في الصعيد وجمال الصعيد. وإن كان كده هصور لكم برضه حلقات تانية، ونكون خلصنا حلقة النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.